طبعا زي ما انتوا شايفين كده، انا عايزه اقول لكم ان انا الفيديو بتاع النهارده محتاج يتشاف جدا جدا جدا. ويعني فضلا منكم وليس امرا، لايك للفيديو واشتراك في القناه اللي مش مشترك وتفعيل زر الجرس ودوس على كلمه الكل علشان يوصلك كل الفيديوهات الجايه. انا مش هخبي عليكم اي حاجه خالص، انا هقول لكم كل اللي حصل معايا بالتفصيل بالتفصيل. زي ما انا عودتكم بالصراحة مع نجلاء، بس ساعدوني ان فيديوهاتي تتشاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ اي كلام واقول لكم ايه اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الف صلاة عليك يا رسول الله. طبعا شايفين المنظر، لا يسر عدو ولا حبيب. طبعا ملكوش دعوه باللي انتوا شايفينه ده خالص. كزبره طبعا انا محمصاها وكمون وكنت هطحنهم زي ما انتوا شايفين كده. انت ايه يا نجلاء اللي انت بتهببيه دوت وايه اللي انت بتعمليه ده؟ انا عايزه اقول لكم ان انا عزلت وسبت شقتي. شقتي اللي ليا فيها ذكريات حلوه طبعا، وذكريات وحشه كتير قوي قوي قوي. آه ليا فيها مواقف حلوة أنا وجوزي وولادي، وكمان حتى من أيام الخطوبة ومن أيام الجواز في أول الجواز. طيب الشقة أنا يعني بوريكم كده. أنا طبعا اتفرجت على كذا شقة. الموضوع جه ازاي؟ الموضوع جه إن أنا تعبت جدا. أنا كنت ساكنة في دور عالي قوي، يعني السابع بالأرض يعتبر. فكنت بطلع السلم وبنزل كل يوم، وطبعا حصل لي مشكلة جامدة اللي هي تعبت جامد وجالي موضوع الغضروف بعد طبعا ما عملت إشاعة رنين والكلام ده. زي ما انتوا شايفين اضطرينا ان احنا نسيب الشقة، والموضوع جه فجأة. لا كان على البال ولا على الخاطر. يعني طبعا انا كنت بسعى ان انا اسيب الشقة، ويعني عندي طموح ان انا اسيبها بسبب السلم وبسبب ان الولاد نفسهم كل واحد يبقى ليه أوضة ينام فيها براحته ويذاكر فيها براحته. زي ما انتوا شايفين كده رحنا اتفرجنا على كذا حاجة. انا اتفرجنا على شقق كتير جدا على فكرة، بس انا ما حبيتش ان انا اطول لكم الفيديو. اتفرجنا في المنطقة عندنا واتفرجنا برا المنطقة. يعني اتفرجت عندي في امبابة وفي شبرا عند اهلي واخواتي وبيت اهلي وكده، واتفرجنا في كذا مكان. وسبحان الله كان في مواصفات معينة كده في دماغي، كنت بدعي ربنا ليل ونهار ان انا اوصل يعني للممكن اللي انا يعني لأقرب حاجة ممكنة من اللي في دماغي. زي ما انتوا شايفين كده انا لقيت الشقة دي. الشقة دي كانت 3 اوض، لا يا ربي اوضتين، كانت اوضتين. زي ما انتوا شايفين كده. مش والله ما فاكرة 3 ولا 2، مش فاكرة بصراحة. الشقة دي كانت واسعة وكويسة وكل حاجة، بس ريحها ما كانش حلو، ما كانش عاجبني. طبعا شقتي طبعا اللي انا سبتها. شقتي كانت حلوة جدا، انا بحبها. ما كانش فيها اي عيوب غير اللي هي سلم، وكمان ان هي بقى يعني ضاقت خلاص علينا، فاهميني؟ العيال بقى كبروا وكل واحد عايز يستقر. دي برضو شقة تانية. الأولانية اللي احنا شفناها دي كانت واسعة وكل حاجة، بس كان فيها ناس قبلنا، وكان صراحة يعني كان فيها 2 حمام. الحمامات والمطبخ كانوا يعني معفنين بمعنى أصح. يعني أنا الحمد لله أنا يعني بحب النظافة جدا. وكان صعبان عليا نفسي ان انا هسيب شقتي واروح اقعد في شقة مثلا كان ساكن فيها حد قبل كده. ليه؟ انا ما احبش يعني. انتوا فاهمين؟ حتى لو بيضنا، حتى لو عملنا حاجة فيها، برضو الحمامات، المطبخ، الشقة نفسها، ما بحبش ان انا اقعد مكان حد بصراحة. فكان من كرم ربنا عليا ان انا لقيت شقة بالمواصفات اللي انا عايزاها. اخدت طبعا الحمد لله شقة. اول ساكن كنت انا وزوجي وولادي يعني. ده طبعا السمسار اللي بيفرجنا على الشقة، ومعايا طبعا عاطف. دي الشقة التانية اللي احنا شفناها. وفي شقق طبعا كتير قوي.
فهتشوفوا دلوقتي، هتعرفوا بقى في الفيديوهات اللي جاية احنا رسينا على انهي شقة، عشان تتابعونا بقى وتتابعوا الفيديوهات اللي جاية، لان انا مصورة لكم الحمد لله كل حاجة. زي ما انتوا شايفين الشقة دي 3 اوض، ومطبخ وحمام وبلكونة. طبعا انا ما كانش عندي بلكونة في شقتي القديمة، كان عندي شبابيك، والشبابيك كانت على الشارع. فالموقع بتاعها ما شاء الله حلو قوي. زي ما انتوا شايفين كده، يعني بصوا بتطل على حاجات كتيرة قوي حلوة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، ابتديت بقى ان انا لما استقرينا خلاص ونقينا الشقة اللي احنا عايزينها، ودي طبعا هتكون مفاجأة وهتشوفوها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، يعني بتهيألي الفيديو اللي جاي او اللي بعده يعني. زي ما انتوا شايفين بقى، اضطريت انا ما عنديش شنط سفر. دودو هي قاعدة على الكنبة طبعا في الشقة القديمة. زي ما انتوا شايفين هي اوضتين وصالة، يعني حجرتين وصالة ومطبخ وحمام. المطبخ عندي كان كبير، كان واخد كل الأجهزة الكهربية بتاعتي. طبعا أنا عندي الحمد لله كل الأجهزة. زي ما انتوا شايفين كده، جبت بقى ابتديت ان انا استعد. جبت جرايد طبعا من عند ام نانسي جارتي وعشرة عمر طبعا تحتية. جيراني كلهم طبعا، انا يعني الناس اللي تحتية كلهم انا ناس بحبهم وعزاز على قلبي. ام احمد وام نانسي ووالدة ام احمد، يعني ناس عزاز، عشرة 18 سنة ما يتنسوش ابدا، ولا اي حاجة فيهم تتنسي. زي ما انتوا شايفين الولاد ولا كانوا عارفين يذاكروا ولا يعملوا واجبات ولا اي حاجة، الدنيا مكركبة. والموضوع جه فجأة بسبب تعبي. تعبت جامد، يمكن انا قلت لكم في البثات وفي الفيديوهات اللي فاتت عندي في القناة، اللي متابعني كويس قلت لكم في حاجة برغم تعبي وبرغم الوعكة الصحية اللي انا وقعت فيها، وكانت شديدة عليا برضو المرة دي، لان انا خلاص بقى يعني عارفين اللي هو صحتي راحت في العمليات وفي التعب الجامد اللي حصل لي بسبب حادثة الحروق بتاعتي. ف... فلقيت فجأة كده ان ربنا بيطبطب عليا وبعت لي فرحة ايه، الشقة، ان انا اسيب الشقة. زي ما انتوا شايفين استعديت طبعا، وبقول افكار للناس اللي هي بتنقل في اماكن تانية. جبت طبعا، انا اشتريت من الشنط دي شنط 2 متر كبيرة وسميكة جدا. ما عنديش طبعا شنط سفر، غير هما تقريبا شنطتين او 3، يعني هاندباج وشنطة سفر والكلام ده. فحاجة طبعا لا تذكر. وفي ظل طبعا الحاجات، دودو بقى نايمة اهي. انا طبعا دي مقاطع مصورها لكم من يعني كذا يوم ورا بعض، فاهميني؟ كنت بصور حاجات بسيطة كده، ما كنتش بصراحة بقدر اصور اليوم كامل. وهو غسيل، بغسل غسيل برضو عشان اخد الحاجة معايا نظيفة. وبالرغم من كده لما رحت بقى برضو كان غسيل ملوش اول من اخر، وبنشر على الكنب وعلى الكراسي يا مش قادرة اقول لكم، انا كنت في يعني عايزة اصوت. عارفين يعني ايه عايزة اصوت؟ وكمان انا تعبانة. لا، ومحمصة ايه بقى، كزبرة وكمون. يعني انا بجيبهم وانقيهم واجيب الحاجات دي خشنة، وانقيها واحمصها واظبطها واطحنها، فاهمني؟ ما عملتش طبعا الكلام ده كله. يعني اما جيت بقى ببتدي ان انا ارتب الدنيا، فضينا طبعا النيش، كنا بنفضي فيه على قد ما نقدر. اهو حاجات بسيطة قوي، الولاد كانوا بيساعدوني طبعا وعاطف. ابتدينا ان انا اجيب شنط واجيب بكر سولوتيب بالجملة. يعني جبت حوالي مثلا 4 بكرات، 4 باكيتات، يعني الباكيتة فيها 6 تقريبا سولوتيب، علشان خاطر لزق، يعني علشان الكراتين والشنط وكده. وجبت بتاع حوالي 5 كيلو شنط، يعني ما كنتش متخيلة. انا قلت 2 كيلو مثلا. وصحابي طبعا في بنات صحابي قالوا لي، يعني الناس اللي جربت نقلة قبل كده، لان انا بصراحة ما نقلتش قبل كده خالص. ان انا كانت شقتي اللي متجوزة فيها وكان بقالي فيها 18 سنة، فما جربتش ان انا انقل قبل كده ولا اشيل ولا احط. انا متجوزة في شقتي عروسة يعني، فما جربتش بصراحة الموضوع ده قبل كده. فابتديت اسأل واجيب افكار كل وادور سنة وانت وكده. طيب يا لا، عاطف. ولازم النسكافيه، يعني زي ما هو انتوا النور شايفين ده كده. في ظل طبعا اللي احنا فيه ده، عملنا بقى ايه، عيد عاطف. ميلاد كده لعاطف. شايفاني انت كده. اه كده شايفاك، عامل ايه؟ الحمد لله تمام كويس. ايه شعورك لما طلعت لقيت كل سنة وانت طيب يا بابا. تورتايه بالشمع السايح ده؟ كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيب وبخير وسعادة كل سنة وهنا. وانت طيب يا تيفا. كل سنة وانت طيب يا تيفا. كل سنة وانت طيب يا روان. كل سنة وانت طيب يا بصوا بصوا كل سنة بصوا، وانت طيب يا دوب. صارفة ومكلفة من عند منجيني. كل سنة وانت طيب يا نوجة.
وانت طيب وبخير وسعادة. وانت الصحة والعافية. ربنا العين يشفيك يا رب. العين والنني. ربنا يشفيك يا رب. تيرارارا. ايوه ايوه العيال الحقودة اللي واقفة ورايا دي. يلا يا عاطف، يلا يا عاطف، اطفي يا احمد. يلا بسرعة بسرعة، اصلا بالشمعة هيطفي. اطفي يعني؟ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you عاطف. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا عاطف، سنة حلوة يا جميل. يلا حالا بلا بلا حيا وقول فصاد. هيكون عيد ميلاده الليلة، أسعد الأسد. يلا بسرعة. حالك اي حاجه. زي ما شفتوا كده كنت تعبانة وبلم في الدنيا، وهقول لكم كل التفاصيل في الفيديوهات اللي جاية. ومع ذلك ما نسيتش عيد ميلاد جوزي حبيبي طبعا، لان يعني احنا بنحاول نفرح بعض بأي حاجة حتى لو بسيطة. ما تنسوش الاشتراك واللايك في القناة.